يا صباح الخيرات، يا صباح الجمال، ويا صباح الياسمين. عايزه اقول لكم الكومنتات بتاعتكم القمر دي كلها انا اللي بقراها وبشوفها، محدش بيعمل لكم لايك غيري. فتعالوا عشان نكمل اسئله اللي احنا بنتسالها. لايك وشير للفيديو دوت بالله عليكي، انا استحلفتك بالله، ومشاركه عشان الناس كلها تستفيد، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. خلطه الزيت اللي احنا كنا عاملينها او اللي بيشتريها من عندي ايا كان، في ناس ما وصلهاش لان هي لسه في التخمير. في ناس بتبعت تشتكي على الصفحه ان الزيت لسه ما وصلهاش علشان هو لسه في التخمير. انا مش هديهولك غير وهو جاهز على الاستخدام. بصوا بقى، الناس اللي بتسال انا عندي بنوته صغيره ادهن لها من سن كام؟ من بعد سنه ونص. بعد سنه ونص ندهنه كدهان عادي. البنوته بتاعتنا اخدت شاور، بعد ما اخدت شاور بندهن لها شعرها عادي جدا، مفيش اي مشكله وخلاص، وبنضفرها. طيب شعرها بيبقى هايش من قدام او عندها تقصيف صغير كده بيبقى واقف بعد شعرها ما بينشف، هتروحي الصيدليه تقولي له عايزه علبه كريم ايفا بالعسل للشعر مش للبشره، عشان في الاتنين هتتلخبطي. قولي له عاوزه ايفا بالعسل للشعر. هتروحي بعد ما تضفريها وتلمي لها شعرها دي الحصان كده لورا جميل امور، تروحي واخده حته كريم حلوه كده في كفه ايديكي وتروحي ماسحه على شعرها من قدام كده وبالمشط تمشي عليه، وتلبسيها بندانه لمده نص ساعه كده ساعه، وشيلي البندانه من على شعرها. شعرها يكون حرير، ولو خشن هتلاقيه ناعم على الاقل او هبطان مش واقف. طيب بالنسبه للناس الكبار ممكن تستخدميه كدهان زيك زي البنوته مفيش مشكله. طب ريحته مش احسن حاجه خالص بالنسبه لي وبالنسبه لجوزي او مسبب لي ازعاج، هتعمليه حمام زيت مرتين في الاسبوع. الشعر عشان يبقى صحي يتغسل مرتين في الاسبوع، اوكي. هندهنه على فروه نظيفه ونسيبه من 5 ل6 ساعات. حتى لو رحتي مشوار البسي بندانه عادي وترجعي تغسليه بشامبو بلسم، ولازم حمام كريم لان هو بيخشن الشعر شويه، يعني بينشفه شويه. ده ياسمين ايه؟ ده تطويل وتتقيل اكتر، يعني بينبت البيبي هير اكتر. طب بالنسبه للديرمارول يا ياسمين اللي انت كنت قايله عليها في الفيديو، لازم لا ممكن نستغنى عنها وندلك فروه الراس كويس جدا لغايه ما فروه راسنا تسخن كده كلها، نبدا ندهن عليها الزيت عشان المسام بتاعته تكون اتفتحت. الحاجه التانية اللي انا بنصح بيها في الفيديو دوت هو بجداره صيف وشتاء. صيف وشتاء، صيف وشتاء ملوش اي علاقه، الترطيب ملوش علاقه لا بصيف ولا بشتاء، هو ممكن يكون في الشتاء اكتر شويه بس الاحسن ان هو يكون في الاثنين. ايدينا لازم تدهن بزيت جوز الهند. زيت جوز الهند ندهن بيه ايدينا بعد كل غسله مواعين. ممكن لو انا قاعده مفيش اي حاجه، ده غير كمان هو بيقوي الضوافر للناس اللي هي بتبقى عندها ضوافر وبتتقصف بشكل مستمر. عايزه اقول لكم زيت جوز الهند بصوا هيخليها احسن حاجه، هيخلي ايدك بتلمع طول الوقت وهيخلي كمان ضوافرك حلوه قوي. ممكن تحطيه كمان على ايه؟ ممكن تحطيه على شفايفك قبل النوم، تخلطيه مع حته زبده كاكاو، شويه جوز هند مع زبده كاكاو تخلطيهم وتحطيهم على شفايفك قبل ما تنامي. دي تاني نصيحة. لو عندكم اي استفسار في الكومنتات بعد ما تعملي لايك وشير للفيديو دوت وتقولي لي رأيك، عايزك اي استفسار انا هجاوبك عليه ان شاء الله باذن الله. دمتم في امان الله، اشوفكم على خير، بحبكم.